ايه ده؟ ايه الصوت الجامد اللي انا سامعه ده؟ سامعين؟ موهبة، موهبة. خلينا نروح له ونشوف. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده يا جدعان بسم الله ما شاء الله. هنشوف اسمه ايه ونتعرف عليه. السلام عليكم. انا اسف والله. ايه الصوت الجامد ده؟ انت بتعمل ايه؟ انت مين يا عم؟ مصطفى انت منين يا مصطفى؟ من المنوفية. احسن ناس والله المنوفية. ايه صوتك الملائكي ده يا مصطفى؟ معلش انت كنت بتعمل ايه الاول؟ بكلم والدي. والدك ربنا يخليه لك يا رب. انت لازم تكلمه كل يوم؟ كل فترة كده بكلمه، لازم يقعد يسمع مني شوية. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا رب وتبقى ولد بار بوالديك يا رب. يا رب الله. انت عايش هنا في الامارات بقالك كتير؟ عايش بقالي 6 سنين شغال هنا في الامارات، والحمد لله عندي الموهبة ديت، يعني ما اكتشفتها من فترة مش كبيرة يعني. بس لا انت بسم الله ما شاء الله، يعني انت بسم الله انت بتقلد مقرئين ولا هو ده صوتك الطبيعي؟ لا هذا انا بقرا بطبيعتي يعني. طب ما تسمعنا كده يا شيخ مصطفى حته من سوره يوسف كده. سمعك يعني. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله الله. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بارك الله فيك. صدق بارك الله العظيم. مصر مليانة بالأصوات الرائعة والمواهب العالية في القرآن وفي رحاب القرآن الكريم والتجويد. سلامات سلامات، ألف سلام عليك. بسم الله ما شاء الله. لما يكون عندك برد وصوتك كده، أمال لو صوتك طبيعي تعمل إيه؟ ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويجعلك في أعلى العليين يا رب العالمين. تسلم يا أستاذ مصطفى، وهنلتقي في فيديوهات تانية بإذن الله.